مثمر مع رئيس اللجنة النموذج التنموي وبعض الأعضاء ديال اللجنة. في البداية السي موسى عطى الخطوط العريضة ديال النموذج ديال البرنامج التنموي، وعطى كذلك المنهجية المعتمدة اللي اشتغلوا بها. طبعا كنا متبعين مسلسل منذ البداية، منذ الانطلاقة ديال اجتماعات اللجنة، وعرفنا أن اللجنة مكونة من أعضاء اللي عندهم خبرات واللي عندهم كفاءات واللي عندهم بالخصوص القيم ديال المواطنة. أعضاء اللجنة كلهم اشتغلوا بصفة تطوعية بدون مقابل، وخذوا من وقتهم باش يديروا الجولات الميدانية اللي داروها في جميع أنحاء وجهات المملكة، التقطوا من أرض الواقع الانتظارات ديال المواطنين وجميع الفئات. أنا عرفت أنهم مشاو للشمال والجنوب جميع الجهات، وأنهم تلاقاو مع الناس في الجامعات، وأنهم استمعوا للمشاكل الحقيقية اللي كانوا يعيشوها المغاربة والانتظارات الحقيقية اللي كتنتظرنا في هذه الوقت المقبلة. دونك الخصوصية ديال هذه الوثيقة ديال النموذج التنموي هي أنها منبثقة من زيارات ميدانية من التطلعات ديال المواطنين، بعكس الدراسات الكلاسيكية اللي كدار واللي البرات كدار مؤسسات دولية أو خبراء اللي ما عندهمش أي ارتباط مع الواقع. الخلاصات ديال هاد التوصيات ديال هذا المشروع ديال البرنامج التنموي كنظن أن الجميع كيتقاسمها، لأن تناولوا المواضيع الأساسية الاستراتيجية ديال التنمية، تناولوا المشاكل ديال التعليم، المشاكل ديال الصحة، عشنا من خلال هذه الجائحة ديال كورونا الإشكاليات الكبرى اللي كيعرفها هذا القطاع واللي كيعرفها قطاعات أخرى، العجز الكبير اللي عندنا في بعض القطاعات. اللي مهم كذلك في هذا النموذج التنموي هو أخذ بالاعتبار واحد العامل أساسي اللي تجاهلناه بعض المرات واللي خلانا نكونوا في واحد الوضعية صعبة، هو العامل ديال الوقت. وكيفاش نوصلوا لواحد الطريقة لتنزيل هذا المشروع ديال النموذج التنموي وناخذوا باعتبار العامل ديال الوقت، لأنه أساسي، لأن الانتظارات كبيرة، لأن الشباب محتاجين إلى فرص ديال العمل، وحنا خصنا ناخذوا هذا العامل ديال الوقت كعامل أساسي في وضع التصورات ديالنا. الهدف كذلك من هذا الميثاق والخلاصات الأساسية هو أنه خص هذا الميثاق يترجم واحد الوثيقة اللي سموها في هذا المشروع ديال الميثاق الوطني ديال التنمية، اللي خص الفاعلين الأساسيين بخصوص الهيئات السياسية تنخرط في هذا المسلسل ديال وضع واحد الوثيقة ديال التنمية الوطنية، وحنا مستعدين كامل الاستعداد للانخراط في هذا المشروع.